ليه كده انتوا؟ ها؟ انتوا ليه شهوانيين كده يعني؟ ليه كده؟ ليه بتبصوا لي انا الشاب البريء على ان انا ذئب بشري يعني؟ ليه ما بتفترضش ان انا حمل وديع، وان انا ممكن اعرف بنت وهي تعرفني وما يحصلش اي حاجه خالص، وانا بعملها فعلا زي اختي، فعلا صدقني زي اختي بالظبط خالص، مفيش اي فرق، والموضوع بريء فوق ما تتصور. انتوا المشكله في دماغكم، مش المشكله فيا. انت اللي دماغك راحت للموضوع ده ليه يا شيخ؟ ها؟ ليه دايما بتبصوا للراجل على انه ذئب بشري عايز يفتك بالايه؟ بالبنت والانثى والكلام دوت؟ ده كلام بتسمعه، ده كلام تهديدي يعني، عايز يقول لك يعني خليك وسط، يعني ايه؟ يعني مش كل الرجاله ذئاب يعني، في ناس كويسين تمام. هو اصلا احنا لما بنتكلم في الموضوع ده مش بنتكلم في اصناف معينه من الرجال، بل انا بتكلم عن الراجل الطبيعي. يعني انا مش لما بتكلم في موضوع ان العلاقات ديت علاقات مصيرها مظلم مؤلم، ان انا بكلم واحد شخص سيء جدا او شاب مثلا فعلا ذئب والكلام دوت، لا لا لا. انا قلت لك انا بتكلمش في الزنا اصلا، انا بتكلم فيما دون ذلك، لان موضوع الزنا ده موضوع تاني، ما اظنش ان حد بيسمعني واقع في الامور ديت. لكن مش بكلمك على حاله الايه الشخص دوت، انا بتكلم في الراجل العادي اصلا. يعني ايه الشخص العادي؟ يعني الراجل العادي، لان الراجل العادي بطبيعته بيميل الى الانثى، والانثى بطبيعتها تميل الى الرجل، وهو ربنا جعل دي فطره في الراجل وفطره في الانثى، والا ما كانش حد اتجوز ولا حد خلف ولا كانت الدنيا دي خلصت بسرعه. فربنا جعل الغريزه دي غريزه يعني شديده جدا في الرجل وفي المراه. ربنا اللي قال لنا كده. طب خليها دلوقتي. ربنا قال لنا زين للناس حب الشهوات من النساء، مش كده؟ هو ربنا اللي قال لنا كده، قال لنا انا زينت لكم، او عموما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، تمام؟ فربنا زين ذلك وجعل الرجل يميل الى المراه والمراه تميل الى الرجل. فاذا كانت هناك علاقه بين رجل وامراه، ووجد الانسان انه بيميل للبنت ديت اللي هو عارفها، والبنت لقت ان هي بتميل للراجل، يبقى دول اتنين طبيعيين جدا. لو وجد الانسان نفسه في علاقه مع بنت ووجد ان هو مش بيميل ليها، يبقى هو مش طبيعي، يشك في نفسه على طول. لكن الطبيعي ان هو يميل، مش لازم تكون ذئب بشري عشان تميل لانثى. اي راجل يعرف اي واحده بعد فتره لو الموضوع دخل فيه كلام وهزار لازم دماغه هتروح شمال. اي شاب كده، واللي يقول غير كده يبقى كذاب، ان ده طبيعي. امتى دماغك ما تروحش شمال؟ لو العلاقه منضبطه جدا، يعني البنت الحجاب الشرعي بتاعها كامل وانت بتغض بصرك، وهي بتتكلم بادب بدون خضوع في القول، وانت بتتكلم بادب وكلام على في ضروره للكلام او في حاجه في سبب للكلام، وخلص الكلام خلص الموضوع، انت مشيت وهي مشيت، ممكن فعلا ما يجيش في بالك حاجه لان ما فيش اي دافع للموضوع دوت. لكن العلاقات البريئه اكيد مش بتتم ما بين واحد بيغض بصره وواحده منقبه، والا دي علاقه ايه دي؟ عمرك شفت واحد مصاحب واحده ما شافهاش قال لك الحمد لله بريئه؟ عمري ما بصيت لها ولا بصيت لي، يعني لو شفتها في الشارع ما اعرفهاش. مش طبيعي، اكيد في نظر، في كلام، في هزار، في رسائل، في كده يعني. فطبيعي اي علاقه بيخش فيها الجو دوت لازم الموضوع يطلع، دماغك دي لازم تروح شمال. فهمني طبعا. ولو راحت شمال يبقى انت بني ادم طبيعي، ده عادي، ده لازم يحصل كده. لو ما حصلش كده في حاجه غريبه، لان ده طبيعي، ان دي مزينه ليك وانت مزين لها. العلاقه الموضوع ده عامل زي ايه يا اخوانا؟ اللي عايز يدعي ان ممكن تكون هناك علاقه بريئه تماما زي بالظبط اللي عايز يدعي ان هناك علاقه بريئه بين البنزين والنار. ان احنا اتفقنا عملنا معاهده بين البنزين والنار ان هم يقعدوا مع بعض وما يحصلش حاجه، والاثنين قالوا تمام اوعدك ان انا ايه مش هولع فيه، وهي ايه والبنزين قال اوعدك مش هولع، بس رحنا سيبناهم مع بعض، هيحصل ايه؟ هيولع برضه. يعني ايه الموضوع؟ ما هو مش في ايده اصلا، هي طبيعته كده. هي النار لو شافت البنزين هتولع، فهي طبيعته ان هو لازم يحصل كده، مهما وعدتني مش هتقدر، لان دي طبيعه فيك، انت مش وحش، خلي بالك. انا قلت لك ده انت طبيعي، انت مش ذئب، انت مش شرير، ده طبيعي. زي ما هنعمل مثلا نتفق تكون هناك علاقه بريئه بين واحد جعان وبين وجبه ساخنه رائعه، ونتفق مع الاثنين ان انتوا تقعدوا مع بعض ويبقى في علاقه بريئه بينكم. جعان جدا وتحط قدامه اكل جميل جدا وحلال وكله ومفيش حد يقول لك حاجه، وسيبناهم وقفلنا عليهم الاوضه وقلنا لهم بس ايه علاقه بريئه، تتفرج عليه تشمه بس ما تجيش جنبه، هيعمل ايه؟ مش هيستحمل طبعا، هياكله ويخلص عليه. فهي كده بالظبط، هذه حاله زي الجوع، زي ما انت بتعوز طعام، زي ما انت بتعوز تاكل، انت بتعوز بنات، ده شيء طبيعي، لانك انت الدافع ده هو اللي بيخليك بعد كده تفكر في خطوبه وفي زواج وفي انجاب. ولولا الفطره دي
ما كانش حصل تناسل. ما كنتش تلاقي نفسك الشاب بيتعب جدا عشان يخطب عشان يتجوز. ليه؟ علشان هو عايز يعيش مع واحدة، هو حاسس الموضوع ده ضروري في حياته، عايز يقضي شهوته، عايز أنس، عايز بيت، عايز واحدة تونسه، عايز يعيش حياته مع واحدة. ما يقدرش يكمل كده، ما بيعرفش. قول لي كام واحد مش متجوز؟ صعب جدا، نادر جدا تلاقي واحد مش متجوز. ولو مش متجوز تحس ان هو في حاجة غلط عنده، يعني مش طبيعي، هو عايش حياة مش مستقرة. لكن طبيعي اي حد بيحاول يوصل للغرض دوت. انا عايز اقول ان انا لما بتكلم في الموضوع ده بكلم شاب عادي، مش بكلم الشاب الشرير، لا، انا بكلمك في واحد طبيعي ان هو بيميل للأنثى. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بين ان ما ينفعش يحصل علاقة ما بين واحد واحدة وما يحصلش ان القلب يروح كده ويروح كده. فأخبر عليه الصلاة والسلام قال: العين تزني، صح، وزناها النظر. انا عرفت واحدة اكيد هبص لها، مش طبيعي ان انا اغض بصري للآخر. الأذن تزني وزناها السمع. طبيعي واحد مصاحب واحدة اكيد هيهزره، اكيد هتضحك، اكيد هيسمعها، اكيد الكلام هيخش في هزار طويل، اكيد هنتكلم بالساعة والساعتين احيانا. يبقى الأذن بتستمتع بصوت البنت ديت، خصوصا البنت مرققة صوتها وبتضحك وبتحاول تقول كلام جميل. القلب هنا الإنسان يحصل له حاجات برضو طبيعي، مش كده ولا ولا أنت مش طبيعي؟ لو ما حصلكش حاجة أنت ما في مش أنت راجل زي ولا راجل لازم يحصل معاك كده. الأذن تزني وزناها السمع. اليد تزني وزناها اللمس. طبيعي هتسلم عليها، مصاحبها هعمل وهي بتمد ايديها؟ هو الشيخ قال لنا في المسجد ان حرام، بس انا بتكسف الصراحه، ما بعرفش اقول حاجه، فطبيعي هسلم عليها. ده يا ريت تسلم عليها، بس ده لا تبقى انت راجل كويس جدا لغايه كده. طبعا حرام، بس انا بقول يعني في ناس بيتطوروا اكتر من كده بكتير. وهي طبعا لبسها مش لابسه حجاب سليم، لابسه ضيق ولابسه بنطلون، لابسه قطع، لابسه حتت مكشوفه، شعرها باين، كذا كذا. الرجل تمشي وزناها، الرجل تزني وزناها المشي. ويلا بينا روحك من الدرس، وديني الدرس، طب ما ننزل بالليل، طب ما في رحلة، وقاعدين رايحين جايين مع بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقلب يهوى ويتمنى. أثناء المرحلة دي القلب يهوى ويتمنى، دماغك بتروح 100 ناحية وبتفكر 100 تفكير. تقنعنيش ان في واحدة سلمت لك نفسها بالكلام والهزار وعمرك ما دماغك راحت كده ولا كده. لازم ده يحصل، لازم ده يحصل. اللي بيمنعك إما دينك أو أخلاقك أو هي التي تمنعك من أنك تعمل أكتر من كده. ففي واحد ما هو أخلاقه ما تسمحلوش بأكتر من كده، بس دماغه اشتغلت، يعني ما نقدرش نقول إن هو دماغه ما فكرتش في كده، بس هو أخلاقه ما تسمحلوش بأكتر من العلاقة اللي احنا بنسميها بريئة. أو هو نفسه في أكتر من كده، لكن البنت نفسها مش مدياله أي مساحة أكتر من المساحة اللي هي برضه فاكراها بريئة. لكن يا ترى يقدروا يكملوا كده للآخر؟ احتمال ما يكملوش كده للآخر، إن الشيطان ليه مداخل. احنا دايما ليه مشكلتنا في الموضوع البريء دوت؟ ان احنا مستبعدين خالص ان في واحد اسمه شيطان. انت فاكر ان انت الكلام معاك انت ومعاها هي بس، انا محترم وهي محترمه، انا كويس، انا متربي وفي مسجد وهي متربيه، احنا عارفين نعمل حاجات غلط بس الحمد لله احنا اخرنا كده. في شيطان انت فتحت له الباب، مجرد ما فتحت له الباب هو بقى دخل طحن الدنيا. بمعنى بمعنى ان هو يبتدي